يهمني بقه من الاخر بالظبط. جيت حطيت الجزء اللي تحت، ومش بقه عادي، ده بقه بالثلاثيه الابعاد. فحطينا الجزء اللي تحت ده زي ما احنا حطيناه في الاشعه المقطعيه، اكن ده محطوط جوه الجسم. ابتدي حطيته ازاي؟ زي ما احنا اتفقنا، انا فتحت فتحه قد دي، تمام، ببانش صغير، حاجه اسمها بانش، حاجه رفيعه جدا، وابتدي ان انا من خلال البانش ده احط في الاتجاه بالظبط اللي انا رسمته على الاشعه المقطعيه. يعني ايه بانش؟ يعني زي ما قلت الكوسه كده بس على رفيعه قوي ببساطه يعني. بحب تعبير زي ما قورت الكوسه بس على رفيعه جدا، حاجه تعمل لي فتحه زي دي. انت فاهمني؟ هو جاي منزل دريل كده، دريل صغير جدا، يعني ما بتعملش نقطه دم حاجه. يعني انتوا عرفتوا الدريل ده اللي هو زي بالظبط يا جماعه، انتوا عارفين بس على صغير خالص، يعني اللي بيحفر في الارض، البتاع اللي بيحفر في الارض، البريمه او زي مثلا الحاجه اللي بتخرج من الودان. ما هي بريمه، عارف هي البريمه بس على صغير بالظبط كده. البريمه بتاعت الناس طبعا، الحفارين اللي بيحفروا البترول، ربنا يكرم مصر بقى، بيستخدموا دي، بس مش على صغير عادي، ده دي يعني ايه، على واحد على المليون بالظبط من حجم الكبير. فابتدي ان انا في 5 دقائق، يعني المريض ما حسش في حاجه. هو طبعا كل ده انا قعدت درست كل ده وما شفتوش، هو طلع لي. ابتدي في اقل من 5 دقائق اقوم دي جاست لايك ذات، زي كده بالظبط. انا في 5 دقائق اكون حطيت الزرعه. حلو. الزرعه دي اللي ايه؟ الجزء اللي تحت. بعد كده الزرعه دي بتتكون من جزء ايه تاني؟ بتتكون من جزء تاني فوق. ابتدي ده يجي لي بعد ايه بقى؟ اقوم عامل ايه؟ ده بقى حاجه جديده. ابتدي اجيب حاجه اسمها نوع من انواع الاجهزه. اوعى توقع حاجه. ايوه. نوع من انواع الاجهزه، ابتدي ان انا اخبط بيه بطريقه معينه، طبعا يعني تابنج بسيط قوي على الزرعه دي. اعرف الزرعه دي بمجرد اول ما حطيتها كده البون ساوندنج. يعني ايه البون ساوندنج؟ الزرعه دي ماسكه في العظم قد ايه؟ بركشن. كويس؟ تستخدم فكره البركشن عندنا في البطنه. البركشن ده مهم قوي. البركشن اللي هو ايه؟ الخبطات. اخبط اعرف اللي تحت ايدي ده ميه، بس مش بايدي بقى، لا جهاز ديفايس يديني نيوميريكال داتا، يديني رقم. الرقم ده على اساسه ممكن اقوم جاي في ساعتها المريض قاعد، اقوم جاي حاطط الجزء الثاني بتاع الزرعه. حلو قوي. تمام. اقوم جاي حاطط دي، واقوم جاي مصورها بالكمبيوتر، واقوم حاطط له عليها كفر. يعني هو يقول لي مدى الالتحاميه اللي حصلت بين التيتانيوم وبين العظم والعظم. لو العظم تمام والملتحم تمام من ساعه ما حطيت الزرعه، خلاص اقوم حاطط السوبر ستراكشر اللي هو الجزء اللي من فوق. الجزء اللي من فوق اللي هركب عليه البتاع. ما يمسكش. هيقوم جاي لي اقول للمريض طب اجي اشوفك تاني بعد 2 أو 3 شهور. هيجي لي مش هخمن، هعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد مبدئيا عشان اطمن على العظم، وبعدين برضه الجهاز بسكت فاين. ليتس جو. ده بيفكرني بجهاز، اجهزتكم قريبه من اجهزه المعادن قوي. ده عامل زي جهاز الكشف على المعادن. انت عارف بساوند بيدخل الترا ساوند. هو بيشوف مثلا يروح جاي حاطط على بطن الارض كده، يقول له ده في معدن على بعد مثلا 300 متر من تحت او 200 متر. فيجي اتس فيري اليجنت ديفايس. حاجه لسه على فكره ده لسه نازل في المانيا، يعني عايز اقول لك بلاش 3-4 شهور والله. كويس. لا احنا نسمع منه، انا اول مره اسمع عنه ده. اتس فيري نيو. اتس فيري نيو. تمام. بنبتدي نقيس بيه درجه التحام العظم مع الزرع. حلو. خلاص يبقى انا كده ما عنديش حاجه مجهوله بقى يا دكتور ايمن. هبتدي ان انا حطيت السوبر ستراكشر ده، حطيت الجزء اللي من فوق ده، اصبح عندي الزرعه دي جزئين. الثاني المرحله الثانيه دي هل هي مؤلمه؟ لا خالص، لان انا ما بشتغلش خالص بقى في الجسم بتاع الانسان خالص، انا بشتغل في 2 ستراكشرز بتوعي. يعني انا عندي ستراكشر هنا وبحط عليه الستراكشر الثاني، وبقى ايه، وبيبتدي ان هو يتقفل عليه. طيب تيجي هل بقى الزرعه دي هتبان لون السنان ولا هتبان مش لون السنان؟ هتبان شكل السنان ولا مش هتبان شكل السنان؟ يجي هنا دور الكمبيوتر. ندخل بقى نشوف على التصميم الديزاين والماتيريال برضو اجانب. تمام. انا محتاج حاجه تبان ان هي سنه طبيعيه، لان هنا بقى انا ما عنديش سنه متحضره، لا ده انا عندي حاجه كومبليتلي ارتفيشال. تمام. هنا احنا في مرحله ان انا حطيت الزرعه. تمام. والزرعه الجزء اللي من تحت اللي اتفقنا عليه حطيناه جوه العظم على الكمبيوتر الاول، ونقلنا الداتا دي لبق المريض. حلو قوي. تمام. عندي يبقى انفي، عندي فيه عصب، عندي فيه السن، الجدر السن اللي هو الاسمر ده. ايوه بالظبط. احنا بنظبط الكالكوليشنز بتاعتنا ب 0% ايرور. ما عنديش اي احتماليه ان يبقى عندي فيه مشكله تحصل نتيجه الزرعه دي. حلو قوي. تمام. وده برضو اللي بيعاني من المرضى، وبيحس انه بيحصل مشاكل، وبيحس ان الزرعه بتوجع، وبيحس ان الزرعه ممكن تعمل مشكله. كل ده ليه؟ لان unplanned سيتويشن. الزرعه بلان سيتويشن، يبقى انت عندك الدنيا موت. اجين ده درس بقى. السنه دي اتكسرت ووقعت من مكانها، اتخبط، السنه اتكسرت وطلعت من مكانها خالص، ما بقتش موجوده.
والسبيس كمان حصل دايفرجنس، حصل تباعد للسنتين اللي جنبيها. ليه حصل تروما، الخبطه بعد زقت السنه دي كده وزقت السنه دي كده. تقدر الخبطه طبعا. انا افتكرت مثلا السنان، انا دايما افكر، انت قلت لي مره ان السنان بتحس. طبعا طبعا، ما هي جوه السليفنج تيشو، يعني هو كائن حي. فالعظم ده فيه نيرفز، والنيرف بتاع السن نفسه موجود. فابتدينا عملنا ايه؟ زرعنا زرعه في المنطقه الفاضيه. وجينا على السنتين اللي تباعدوا دول، طبعا حصل تحلل العصب بتاعهم، فابتدينا عملنا لهم حشو عصب في نفس الزياره وحضرنا السنان. في الحاله دي كان ابتدينا نقيس كمان درجه التحام الزرعه في السنان في العظم. قسناها، ادتني ماينس ميجرمنت. ماينس ميجرمنت يعني انا عندي ماسك لدرجه ان مفيش ولا مايكرو موفمنت حتى. تمام، مفيش حركه خفيفه ممكن تحصل. طالما مفيش حركه خفيفه يبقى هو هيمسك. حلو قوي. فابتدي احط عليه لخلخه بسيطه. احنا بنتكلم بس كلام الناس البسطاء، يعني ما فيهاش سنه لخلخه. انت عارف لما ندخل مثلا مساعد في العربيه، لو متلخلخ ده نصيبه. بالظبط، مش هيمسك. مش هيمسك. فيبتدي يخش فايبرز جوه، فيعمل حاجه اسمها فايبر انتجريشن او التئام بالتليف، فالزرعه دي هتقع. التئام بالتليف مش التئام عظم. انما التئام عظم ماسك في حديد، يبقى هو ماسك حديد. لو ماسك حديد اقدر احط عليه الكفر بتاعي. حلو. فابتدي ان انا اصمم كفر وابتدي ان انا احطه على الاسنان. مهم قوي بقى ايه؟ ان انا يبقى عندي فيه مالتي لايرنج. يعني ايه مالتي لايرنج؟ يعني لازم يبقى عندي فيه طبقه مينا. انا الاول كنت بحط مينا، انا بحضر سنه بحط مينا بس. وعاج، يبقى عندي طبقه عاج برضو تو سكيور او تغطي الجزء من الزرعه اللي من فوق ده. فبالتالي طبقه العاج دي احنا بنعملها ازاي بقى؟ بنلعبها بطريقتين. العاج بيديني ضي اصفر. فحاجه من الاثنين، يجيب السوبر ستراكشر او الجزء اللي من فوق من الزرعه ده على حسب درجه بياض سنان المريض، يجيبه مغطى بميه الدهب فيبقى جولد بليتد، فيديني الضي بتاع العاج. يجيبه بماده من العاج برضو تاني تبقى لونها ابيض. حلو. فيبقى السوبر ستراكشر ده لونه ابيض. حلو. فبالتالي ابتدي لما احط عليه اللير الشفافه بتاعت المينا، ابيض مع ابيض. حلو. لما احط مينا شفافه على الابيض هتبقى السنه طبيعيه. والطبيعي جاي من جوه، البياض جاي من جوه مش جاي من السيرفس. دايما اللي اتعلمته في طب الاسنان ان الحشو او الجوه مهم قوي زي اللي بره. بالظبط. واللون في السنان يا دكتور ايمن مهم قوي، ان دي نقطه الناس مش فاهماها. اتس نوت سوبرفيشال، مش سطحي. مش سطحي. يعني انا فهمته نفس فكره يا دكتور ايمن. لما انا اجيب انت في عقد لؤلؤ وفي عقد مزيف ارتفيشال. فالفرق ايه؟ اللؤلؤ هو نفسه ابيض، البياض جاي من جوه، وهو نفسه ترانسلوسنت. الارتفيشال بيبقى مدهون من بره ابيض. فده الفرق ما بين الماتيريال في التفريق. انا استاذ افرق لك بين كل المجوهرات الارتفيشال واللي مش ارتفيشال. لما نكون موجودين في اي ايفنت، واحده داخله بقى من العلاطه والناس فرحانين ولابسه ماسه، اقول لهم ده الماس ده ارتفيشال. هنيجي بقى للدايموندز بتاعتنا احنا وي هاف العاج او الزركوني، تمام، وي هاف الجلاس سيراميكس. انا ممكن استخدم الزركوني زي ما انا شايف كده، اتس تشوكي وايت تباشير، ولكن هي لونها ابيض، ولكن السترينث بتاعتها عاليه. طيب عايز استخدمها، لو انا حبيت استخدم زركوني، هل هستخدمها اعمل بيها كراونز او اعمل بيها كفرز او اعمل بيها قشره؟ لا. ممكن اعمل بيها السوبر ستراكشر ده. يعني ممكن الجزء اللي من فوق ده اعمله من زركوني. ليه؟ لانه هو هتبقى لونها ابيض بس هيبقى في الانر سايد. وبعد كده when I cover with a glass ceramics. تغطي بحاجه لؤلؤ، اغطي بحاجه بيور، احط بحاجه تديني الناتشوراليتي، نتيجه الطبيعه. بالظبط. وده اللي بنسميه الماس بتاعنا او الدايموند بتاعنا اللي هو الجلاس سيراميكس. تمام، اللي هي البورسلين الزجاجي، تمام، اللي يديني لما يشف زي ما احنا شايفين مثلا في الكراون ده او في الطاجوش ده، لما يشف لي لون الاصفر الطبيعي، بس في نفس الوقت هي شكلها لما تعدي فيها الاضاءه تعدي. ليه؟ لان هي اتس ناتشورال توز. طب احنا شفنا قبل وبعد. نشوف قبل وبعد. هنشوف بقى قبل وبعد. هنشوف السنان اهو. بص بقى، شايف الثلاث سنان جنب بعض، وجنبيهم من اليمين هنا ومن الشمال هنا دي سنان طبيعيه. انت ما تقدرش ديترماين او ما تقدرش تقول
ان دي مين الزراعه؟ مين الزرعه؟ لان احنا حاطينهم في توبيك بالظبط، ما كانش حد عارف. مستحيل لو بصينا اللي تحت. بالظبط، عدلنا اتجاه السنتين الدايفرجنت، السنين اللي كانوا طالعين لبره دول عدلنا اتجاههم، والسنه اللي في النص حطينا لها زراعه، قسنا الزرعه ماسكه وملتحمه 100% بالجهاز، وكنا عاملين التخطيط بالاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد، ما فتحناش جراحه. على فكره ذيس از ان ايميديت فوتو، الصوره دي اتعملت بمجرد ما لزقت. تمام، يعني ما كانش فيه، لان بعد كده كمان هتبص تلاقي ان اللثه دي نزلت على السنان، لان هتبتدي بقى ترياكت. دي من جمال برضه التقفيل بالميكروسكوب مع الكمبيوتر مع الماتيريال، بيديني ان اللثه بتتعامل معاها كانها سنه طبيعيه براحه، براحتها، تنزل. اللثه بتتكلم مع السنه، يعني لو السنه مش مريحه اللثه بتبعد عنها. ده انا فهمت قوي، ده انا فهمت، انت نورتنا النهارده، ربنا يخليك. كالعاده بتسعدني وبتبهرني، ويعني فعلا الحوار النهارده مثير وممتع جدا، وخصوصا ان الزراعه لسه في عالم كبير. طب. وعالم واضح قوي ان هو كل شهر كده بتطلع حاجه جديده، وما شاء الله انت بتكاتشت. كل شكر وتقدير ضيف العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، ودكتور علاج الجذور بجامعه عين شمس، وماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، وامين الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. دايما وهو بيتكلم دكتور شادي بفكر دايما بقى، وده انا عايزكم تفكروا، ماذا لو لم تفعل أشعة ثلاثية الأبعاد؟ ماذا لو لم تمشي على بتاع تجهيز الكمبيوتر؟ ماذا لو تستخدم المواد الجيدة؟ ماذا لو؟ أنت جاوب بقى براحتك. We will be back again.